ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم يوسف في حلقه جديده في شويه حاجات لازم نتكلم فيها شويه. يلا بينا. خلينا متفقين ان الصحاب اكبر مصيبه في حياتنا، بمعنى احنا لو شله متفقين على خروجه كل واحد في الشله بيختلف عن التاني، مش كلهم نفس الغلط. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال يعني مثلا اول واحد في الشله ده اللي كل خروجه بتروح عليه نومه، ولو يوم اتاخر عن ميعاده دايما مقتنع ان انتوا اللي بتيجوا بدري مش هو اللي بيجي متاخر، وده العتاب معاه ممنوع لانه دايما مقتنع بفكره ان هو اللي صح وانتوا اللي غلط، فما تعاتبوش. وفكره العتاب بالنسبه له مرفوضه، فما تعاتبهوش، ما تروحلوش. انت سمعت ليه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا اما في واحد تاني بقى ده لازم تصحيه قبل ميعاد المقابله ب3 4 ساعات، لانه عقبال ما يقوم من على السرير دي فيها ساعه لوحدها، وخد عندك الساعه التانيه الروتين بتاعه اليومي اللي هو هيشرب نسكافيه، هيشرب القهوه. اما لو صاحبتك دي بنت فانت ما تعاتبيش عليها، دي لسه عندها ميك اب ونقاشه وكهرباء وحاجات كتير. والله يكون في عونكم في لف الطرحه، الصراحه انا كرهت الطرح بسببكم والله العظيم. بتعملي ايه بلف الطرحه؟ بتعملي ايه بلف الطرحه؟ وخد عندك يا معلم كده ساعتين 3 عقبال ما تنزل وتلف الطرحه فيهم. بس انا اصلا مجنونه. اما في واحد في الشله بقى ده لازم تكون كداب معاه، يعني ده لازم تشيل الذنب، بمعنى انت بتكلمه وانت في بيتك بتقول له ان انت تحت البيت عنده عشان ينزل بسرعه، مع ذلك انت بتوصل هناك وبرضه بيفضل موقفك هناك تحت البيت شويه، وده باختصار اللي هو بيتقال عليه انا بلبس الكوتشي، ودي حاجه معروفه. انا بسرح شعري، اي حاجه من الحاجتين دول بلبس كوتشي او بسرح شعري، اعرف ان هو قدامه 3 4 ساعات. اما في واحد اللي هو دايما بيدي مواعيد وما بيجيش، دقيقه ونازلك، دقيقتين ونازلك، 3 دقايق ونازلك، 4 دقايق ونازلك، دوت بيفضل يطلع تحت البيت كتير جدا. فانصحك يا صديقي اقطع علاقتك بيه. اما بقى في شخص ملتزم، لازم يكون في شخص ملتزم في الشله، ده اللي بيجي بدري، ده اللي بيصحي الشله كلها، ده اللي بيلبس اول واحد وبيفضل عيني متزنت تحت البيت وطالع عين امه في الشمس. يعني باختصار ده المظلوم بتاع الشله اللي بيطلع بيت كل واحد فيكم بيصحيه من نومه وبينزله بالعافيه. سلطان سلطان. في حد في الشله بقى وده بيتسمى المتردد، وده يا صديقي اصعب شخصيه ممكن تصاحبها في حياتك. يعني ممكن يكون لابس ونازل، خلاص لبس ونازل وانت واقف له تحت البيت، يرجع يقلع ويطلع طقم من اول ويقف يختار من اول وجديد تاني، لانه ده عنده عقده نفسيه. ده ممكن يكون لابس ونازل وخلاص واقف على السلم ويخش يقلع هدومه كلها تاني ويقف قدامه الدولاب يدور على طقم جديد وانت يا عيني متذنب تحت البيت. ممكن تكونوا متفقين من فتره اللي انتوا تروحوا المكان دوت، يجي في وقت الخروجه اول لما ينزل بعد ساعتين انتظار تحت البيت تلاقيه بيغير المكان. وده في الاغلب يا صديقي ما تحددش معاه نوع اكل هتاكلوه مع بعض ولا مكان هتروحوه، دوت روح خده من عند البيت واتحرك بيه زي ما رجله تجيبه. اما بقى يا صديقي لازم اتكلم معاك عن مجنون الصور، هو طول ما هو ماشي بيتصور وفاتح الكاميرا تحت التليفون بتاعته في اي مناسبه في اي مكان في اي وقت. يا ابني هريت امي بالفلاش بتاعك ده. وغالبا ممكن يجي في وقت انتوا متضايقين فيه كلكم، الشله كلها متضايقه وقافشه على بعض، يلا يا جماعه السيلفي. وهنا بقى انا هتكلم عن الناس اللي بتمشي بسرعه. بعد اذنك يا صديقي انا صحتي على قدي، فبعد اذنك امشي على قد امكانياتي، انا مش مركب عجل في رجلي ولا انا بلعب في الناشئين عشان اجري وراك، وده غالبا بيحتاج ان انت تركب مواصله وتمشي جنبه عشان تلحقه. اتخانقنا مع بعض، بكلمها بعد كده لقيتها ايه في ايه يا ابني؟ لقيتها هي اللي زعلانه مش عايز ترد عليا، فبقول لها لسه عايز اعرف مالها وكده. هو احنا بنجري ليه؟ انا مش فاهم. انا مش عارف. بس ده عايز احكي لك على اما بقى في نوع من البنات بقى يا صديقي، وديت انا لازم اتكلم عنها جدا، اللي الطرحه كل ثانيه بتقع، مهووسه المرايات، اي مرايه بتقابلها في الشارع لازم تقف عندها، وطبعا ما سابتش ولا مرايه عربيه في حالها، بتقف قدام كل عربيه تعدل الطرحه بتاعتها اللي هي بتقع منها اللي هي مش عايزه تربطها. يعني في مره انا كنت قاعد في عربيتي والازاز بتاعي متفايم، جت واحده عدلت الطرحه بتاعتها وقامت ماشيه، ما كملتش دقيقتين والله رجعت تاني عدلت الطرحه في نفس المرايه، وهي نفس الشخصيه ديت اللي هتلاقيها اول ما بتخش المول اي مكان بتخش لازم تدور على مرايه فيه. اما بقى مش هتكلم عن الشخص المزنوق، وطبعا انا لازم اوضح لكم فكره الشخص المزنوق اللي ماشي معاك كانه زي ابن اختك دايما بالظبط، وده غالبا اي مكان بيروحه اول حاجه بيسال عليها الحمام، داخل مول يجري على الحمام، داخل كافيه يسال على الحمام، اي حته بيروحها لازم يطمن ان فيها حمام الاول ولازم يخش الحمام الاول. في حالك الحمام فين؟ ايوه لكن صدق خليك في حالك. من هنا اتفضل. بيعمل ايه؟ ما تسالش لان ده روتين، مش تعرف هو عايز يعمل ايه. في نوع بقى من البنات اللي ماشيه بصباع الروج في ايديها، ودي بتبقى ماشيه لو اتكلمت معاك كلمتين بتطلع صباع الروج وتحط منه.
وغالبا هتلاقيها بعد كل اكل او شرب ميه لازم تحط روج. وبكده يا صديقي السدوك نكون نهينا الحلقه. لو في الشله عندك من الشخصيات ديت لازم تقطع علاقتك بيهم بسرعه، لان دول كارثه على المجتمع وفي حياتك انت الشخصيه. وما تنساش تعمل لهم منشن على الفيديو دوت، وتحدد كل واحد انهي نوع فيهم علشان تقول لهم وتوصل لهم رساله ارحمونا احنا تعبنا، الخروجه بتاعتنا كلها ساعتين مش محتاجين نضيعهم في كل اللي احنا بنعمله ده. واخيرا يا صديقي الغلبان، انا اديتك النصيحه واديتك المعلومه، فانت ما تبخلش عليا بلايك وشير للفيديو ده. طبعا مش هقول لك لو مش متابعني لازم تتابعني فورا، لان هنزل لك معلومات تانية هتفيدك، لاني انا الوحيد دليلك يا معلم هنا. وبكده نكون انتهينا من الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.